الثامر، ويساعده حيدر عبد الحسن وصفد صباح، وحكم رابع محمد كامل، وحكام الفار محمد سلمان ووليد عبد سلطان. الثواني الأولى وهناك سقوط أحد اللاعبين بعدما اصطدمت الكرة برأس حسين طالب. نعم، برأس حسين طالب. بالسلامة لحسين طالب الذي طبعا اصطدمت الكرة برأسه، كرة قوية إن شاء الله. لا وجود لبلع اللسان، المسعف المعالج يتأكد إن شاء الله ماكو بلع لسان. نعم، لا وجود لبلع لسان، يتحرك بأريحية. هنا مندي الذي حاول لعب الكرة الطويلة لكن اصطدمت برأس حسين طالب. بالسلامة. هذا هو التوغولي ماغنم فابريس الذي يجدد لموسم آخر. وهنا حسين طالب مهاجم فريق كربلاء، أكيد يعني لاعب مهم جدا. وهناك في التشكيلة الاحتياطية أيضا عبد القادر طارق عبودي هداف الفريق برصيد 4 أهداف، وبالتالي يعني عباس عطية يعول على حسين طالب. وأيضا هنا عبد الغني الشهد يريد أن يخرج من دوامة النتائج السلبية. هنا المحاولة، تمرير الكرة وإبعاد عادت لكريم بن عرف صانع الألعاب رمانة الميزان. تمريرة مقطوعة، قطعت من ماكنزي أمامية رأسية، والإبعاد من جديد. فريق النجف يضغط منذ الثواني الأولى، منذ الدقائق الأولى على مرمى كربلاء من أجل تسجيل هدف مبكر يبعثر أوراق العميد الكربلائي. وهنا عباس عطية وحيدر عبودي، ومهمة ليست سهلة، مهمة ثقيلة، لكن الرجال الشجعان دائما ما يتصدون لهكذا مهام صعبة. وكربلاء والبحث عن البقاء. هنا الآن تمرير حسين طالب مع فابريس ماغنم، سباق سرعة. هنا حسين طالب ينجح بافتكاك الكرة، يحاول المرور لكن عودة سريعة من فابريس ماغنم. وأيضا حسين طالب عاد افتك الكرة من جديد ويحاول من أمام محمد صالح، والكرة ارتطمت بمحمد صالح وإلى الخارج. ركنية لمصلحة نادي كربلاء. المباراة منذ البداية هجمة هنا وهجمة هناك من أجل تسجيل الهدف. على ما يبدو سوف تكون مباراة مفتوحة. أكيد فريقان يبحثان عن النقاط الثلاثة، يبحثان عن الانتصار. هنا الكرة المشتركة ما بين حسين طالب ومحمد صالح، لكن زي الثامر يقول ركنية لهذا الطالب، لهذا الحسين. وهنا الآن ركنية، بن عريف يلعب على القائم الثاني والراسية، لكن مرت من أمام المدافع المتقدم مصطفى محمد، مرت عليه وذهبت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. شوط كريم بن عريف لعبها بالمقاس، لكن هناك تأخر جزء من الثانية من مصطفى محمد، والكرة مرت وعدت وذهبت إلى ركلة مرمى. محمد صالح مع الكرة، محمد صالح يضغط، يلعبها لمحمد جاسم الكابتن والقائد. محمد جاسم يتقدم للأمام من أجل إيجاد طريق الانتصار الذي أضاعه فريق النجف في آخر مباراتين، بينما كربلاء أطاح بالمتصدر زاخو في الجولة الماضية ويبحث عن انتصار آخر. أي انتصار سوف يكون بالنسبة لكربلاء، سوف يذهب به مركزين دفعة واحدة. هنا التمريرة ماكنزي، يحاول ماكنزي يلعبها عرضية لكن قطعت صلاح حسن، والتمريرة الأمامية النجف يحاول. وهنا الرأسية محمد جاسم الكابتن والقائد إلى الخارج. النجف يعرف تماما، لاعبين النجف، مدرب النجف، جمهور النجف يعرفون تماما الأمور لا تحتمل المزيد من هدر النقاط، المزيد من الهزائم. يعرف تماما يعني فريق قريب على مناطق الهبوط، ووضع النجف ليس بأفضل أحواله في المباريات الأخيرة، نتائج غير جيدة. هنا مصطفى راضي يحاول لكن فابرس موجود، يلعبها إلى التونسي بشير من يأتي بالبشرى للنجف. هنا التمريرة وصلت لمحمد قاسم داخل منطقة جزاء، يلعب الكرة العالية رأسية والإبعاد من الدفاع الكربلائي. مصطفى يحاول راضي، لكن هناك خطأ على اللاعب الواضح بالصورة، اللاعب شبر علي. نعم شبر علي، وهناك دفع من مصطفى راضي. مواجهات
كثيرة ما بين الفرقتين. أتكلم مواجهات تمتد إلى أكثر من نصف قرن. نعم، أتكلم عن 51 سنة عن أول مواجهة جرت في دور الدرجة الثانية، وانتهت لمصلحة فريق النجف بثنائية نظيفة. وبعدها توالت المواجهات، وأكيد الغلبة، والتاريخ يقول لمصلحة النجف. هنا كربلاء تحاول، لكن قطعت الكرة، عادت من جديد لمصلحة نادي كربلاء. كريم بن عرف الحسين طالب، كرة خطيرة، لكن خروج لرضا عبد العزيز. وهناك احتكاك ما بين حسين طالب ورضا عبد العزيز. شاهد كريم بن عرف، عرف بالتمريرة الجميلة، لكن رضا عبد العزيز خروج في التوقيت المناسب من أمام حسين طالب. ممتازة من رضا، وكل الرضا على هذا الحارس، حارس نادي النجف. وحسين طالب يعتذر، نعم يعتذر من رضا عبد العزيز بعد الكرة الأخيرة. نعم أكيد لا يتقصد حسين طالب من اللاعبين الخلوقين جدا. نعم، روح رياضية عالية وكبيرة، وقبلة على الجبين من قبل حسين طالب لرضا عبد العزيز. وزيد ثامر يطلب الهدوء من لاعبين نادي النجف، وحسين طالب يشرح للاعبين. نعم، لاعب خلوق لا يقصد تماما، تبقى هي الروح الرياضية. عبد الغني شهد، وأيامك غير شهد يا عبد الغني. عبد الغني أيام النجف ليس بأفضل أحوالها، ليس بأفضل أيامها. نعم، هنا اللقطة ما بين حسين طالب ورضا عبد العزيز. يعني هو حاول تفادي رضا عبد العزيز في هذه اللقطة، لكن خلاص حدث الاصطدام. وبالسلامة لرضا عبد العزيز، والسلامة لجميع الموجودين في ملعب النجف الدولي. 57 لقاء سابق ما بين الفريقين، 43 مباراة في الدوري، واثنتان في الكأس، و11 مباراة ودية. الغلبة للقميص الأزرق ب37 انتصار مقابل 8 انتصارات لكربلاء، والتعادل حضر ب13 مباراة. وأول مباراة كانت على مستوى دور الدرجة الأولى هي في عام 1993، وانتهت بالتعادل السلبي. ما زال يتلقى العلاج رضا عبد العزيز الذي يشارك في المباراة رقم 12 أو 12، ولديه 3 كلين شيت، عباس عطية وحيدر عبودي، والمهمة الكبيرة والثقيلة. وبانتظار يعني عودة رضا عبد العزيز مجددا، ولا غاية الآن يتم علاجه. هل يتم استبداله؟ على ما يبدو هناك طبعا إصابة على مستوى الرأس. هل هناك دماء؟ هل هناك جرح في وجه اللاعب أو وجه الحارس رضا عبد العزيز؟ بالسلامة لرضا عبد العزيز بعد اللقطة المشتركة مع حسين طالب. بالسلامة. نعم، هناك نزيف نعم أنف الحارس رضا عبد العزيز. بالسلامة رضا عبد العزيز، ولا استطيع إكمال اللقاء. هنا اللقطة المشتركة ما بين حسين طالب. نعم، هو حاول تفاديه، نعم حاول طبعا تفادي هذا الاصطدام، لكن نعم تحدث هكذا احتكاكات. وعبد الغني الشهد يطالب بالبطاقة الصفراء، نعم، من مدربين المتميزين، وايضا قاد منتخباتنا الوطنيه على المستوى الاولمبي، وصل الى اولمبياد ريو جانيرو 2016، وايضا قاد المنتخب الوطني في عده مباريات. على العموم نعم، يعني المدرب اكيد يكون ما بين نجاح، ما بين فشل، ما بين نتائج جيده، ما بين نتائج غير جيده. على العموم نعود نستلف اللقاء. انطلاقه من ماكنزي، لكن صلاح حسن عدت ماكنزي، تمرير العرضيه الخطيره خطيره خطيره خطيره، يا الله، والراسيه ما زالت، وكره. ماذا ضيعت يا نسيم يا صيهود؟ ماذا اهدرت في هذه اللقطه؟ اي كره ضاعت، اي كره ضاعت على النجف، اي كره ضيعتها يا نسيم، اي كره اهدرتها يا صيهود. شاهد الكره والانطلاقه من ماكنزي الذي لعب الكره، وصلت الى بشير الغرياني او الغراني، لكن نادي النجف اهدر فرصة الهدف الاول في مرة اولى.
أنقذها عبد العزيز عمار، وفي مرة ثانية أهدره نسيم صيهود. شاهد 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 كرة اللاعب بشير وأيضا نسيم الذي لم ينجح بوضع الكرة في الشباك. محمد قاسم المبتعد عن تسجيل الأهداف، تمريرة لم تصل وطالت إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء. يحاول نادي النجف لكن لم ينجح بالتسجيل. كرة الآن يحاول الآن فريق كربلاء، مرور جميل وتصويبه، جول 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 جول. أي تصويبه، أي تسديده، الله على هذا الهدف، هدف جميل وجميل جدا. نعم، انها اهداف الدربي، انها اهداف هكذا مباريات. هدف جميل وجميل جدا من عبد الله حسون الذي استلم الكرة وصوب في يمناه في الزاوية الصعبة. شاهد اي تسديدة من مسافة 40 ياردة تقريبا. نعم، وضعها في الزاوية الصعبة، صعبة على رضا عبد العزيز، صعبة على فريق النجف. هدف أول للعميد الكربلائي، هدف أول لنادي كربلاء، وسط فرحة كبيرة لأنصار العميد، لأنصار كربلاء. عبد الله حسون ينجح بتسجيل الهدف الأول لمصلحة نادي كربلاء. عبد الله حسون يسجل رابع أهدافه ليتساوى مع عبد القادر طارق بعدد الأهداف ب4 أهداف لكل لاعب. هل هناك ردة فعل من نادي النجف؟ يحاول بشير لكن قطعت الكرة، عودت من جديد، هنا الرأسية والإبعاد. مندي يحاول لكن دفاعات كربلاء تحاول ابعاد الكرة من جديد، عادة مصلحة نادي كربلاء، والتمرير الامامي حسين طالب. فابرس مقدم موجود في التغطية الى رضا عبد العزيز الذي لعب الكرة الامامية، عادت وقطعت من صلاح حسن الى الخارج، رمية جانبية. ماكنزي، نعم، ولع الدربي. اكيد لم نرى اهداف في هكذا مباريات، في هكذا دربيات. متى نرى هذه الأهداف الجميلة؟ جماهير كربلاء الآن يعلو صوتها هنا في ملعب النجف بانتظار جماهير النجف أن أيضا يعلو صوتها بعد ردة فعل. حسين طالب يمرر، يحاول الآن عبد الله حسون مع محمد جاسم، الغلبة لمحمد جاسم، وهناك خطأ لمصلحة، هذا هو عبد الله حسون الذي سجل الهدف. هدف جميل وجميل جدا. هنا التمريرة من مندي إلى بشير يحاول الجوراني ويضغط عليه مصطفى وما زالت، والكرة إلى الخارج. ضغط كان من أحمد علي على بشير الجوراني، وهناك الحكم المساعد الأول حيدر عبد الحسن يطلب من أحمد علي عدم النقاش، عدم التكلم. خلاص أنا موجود، أنا من أعطي القرار. تلعب رمية جانبية، هنا الرأسية، يحاول فريق النجف، هل هناك ردة فعل؟ لكن كربلاء يقطع الكرة. عبد الله حسون يمرر، تمريره هناك في الجانب الأيمن. ماكنزي أسرع من اللاعب محمد سعد، والآن السعد لكربلاء. وهل هناك عودة للنجف؟ ما زال الأمر بكر، نتكلم عن مرور فقط ربع ساعة، وفريق النجف هل يستطيع العودة؟ لكن فريق النجف في آخر مباراتين خسرهما أمام كل من الكرخ والشرطة، وبالتالي لم يسجل، نعم لم يسجل أي هدف. يعني نتكلم الآن عن نادي النجف، يعني 180 ضيف لها ربع ساعة من هذا اللقاء،
يعني 195 دقيقة ونادي النجف لم يسجل هدف. متى يأتي الهدف؟ هذا هو السؤال، سؤال جمهور النجف وسؤال المتابعين. يحاول الآن ماكنزي، تصويبة من ماكنزي اصطدت، عادت لمصلحة نادي كربلاء. مصطفى راضي الاعتماد على الهجوم المرتد، لكن قطعت 1-2 لم تكتمل. قطعت من جديد من شبر، يحاول الآن بشير القوراني يلعب الكرة الخطيرة والابعاد من صلاح حسن، وهناك ركلة مرمى. نعم، على ما يبدو لمست رضا محمد الذي أضاع فرصة الهدف الأول للنجف، وبعدها ندم رضا محمد بعدما سجل عبد الله حسون هدف التقدم. هذا هو صلاح حسن مدافع نادي كربلاء. عبد العزيز عمار على لعب ركلة المرمى، اللعب الكرة العالية رأسية والابعاد. هناك خطأ لمصلحة نادي كربلاء، لمصلحة حسين طالب. شاهد حسين طالب من المهاجمين السريعين وايضا يضغطون على المدافعين، يمتلك جانب بدني عالي. كريم بن عريف على لعب الخطأ، وزيد ثامر ينبه اللاعبين ويحذرهم. خطأ لا لمصلحة نادي كربلاء. اسمع جماهير كربلاء يعلو صوته هنا في ملعب النجف. تلعب الكرة داخل منطقة زاء، الابعاد من ميندي، عادت من جديد كريم بن عريف، يضغط البشير. يحاول الآن فريق النجف تكاكل الكرة. محمد قاسم، محمد قاسم مرر الكرة هناك في جهة اليسار. يحاول الآن ماكنزي مع الكرة، يمرر تمريرة جميلة. تلعب الكرة الآن رأسية والإبعاد. عادت من جديد محمد قاسم، يبحث عن زاوية التصويب بالقرب منه اللاعب شبر يلعبها، وهنا رأسية من رضا محمد، لكن عبد العزيز عمار في مكان مناسب ومسك الكرة. رأسية من لاعبي نادي النجف، رأسية من شبر. شاهد لا وجود للتسلل، شاهد شبر قطع على الكرة قبل المدافع ورأسية، لكن عبد العزيز عمار كان على الموعد وتصدى لهذه الرأسية. عادت الكرة مجددا لمصلحة نادي النجف. عبد العزيز عمار 23 مباراة سابقة اللعب، وهذه المباراة رقم 24. حافظ على نظافة الشباكة ب8 مباريات. محمد جاسم هل يحافظ على نظافة الشباكة في هذا اللقاء أيضا، أم هناك أهداف لمصلحة نادي النجف الذي يعاني هجوميا في المباراتين السابقتين؟ بشير القوراني يلعب الكرة لميندي، دومينيك السنغالي لاعب مهم جدا، تخلص من حسين طالب، ما زال يحتفظ بالكرة، يمرر. هنا التمريرة اصطدت بالحكم زيد ثامر، وبالتالي هناك اسقاط كرة لمصلحة فريق النجف. نعم، التحديث الأخير لبروتوكول الفيفا أن الحكم ليس جزء من اللعبة. كان الحكم جزء من اللعبة، وبالتالي عندما تتصد الكرة نعم اللعب يبقى مستمر. هنا الكرة الخطيرة لمصلحة فريق النجف، الله، جول 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 جول. عاد النجف، عادت الغزلان، عاد هدير هذه الجماهير، يعدل النجف عن طريق اللاعب نسيم صيود التونسي يأتي بالهدف، يأتي بالتعديل، يأتي بهدف التعادل بعد كرة داخل منطقة الجزاء. نجح من اللمسة الأولى. دفاعات كربلاء لم تكن مركزة تماما بهذه اللقطة، حاولوا في مرة أولى وثانية، لكن الكرة وصلت إلى ونسيم وضعها في شباك كربلاء، وضعها في شباك العميد ليعلن عن هدف التعديل. درب مولع، درب نار، درب الفرات الأوسط،
درب التاريخ والجغرافيا. نعرف التنافس الرياضي الكبير ما بين المحافظتين، ليس فقط على مستوى كرة القدم، حتى على مستوى باقي الألعاب، حتى على مستوى الفرق الشعبية هناك تنافس كبير ما بين الفرق الشعبية للمحافظتين. يحاول الآن ماكنزي، طبعا تكلم عن الفرق الشعبية للإخوان العرب المتابعين لهذه المباراة، أتكلم عن يعني فرق الحواري، فرق المناطق، وبالتالي دائما تنافس رياضي كبير ما بين المحافظتين. هدف لمصلحة النجف، يعدل النجف انتظر 200 دقيقة حتى استطاع أن يسجل هدف. كرة الآن يحاول فريق النجف أن يستغل الارتباك الموجود لدى فريق كربلاء ويسجل هدف ثاني. هنا تمرير مصطفى راضي يحاول الانطلاق بالقرب من الشبر، تزحلق مصطفى، تعثر مصطفى، وفريق كربلاء يتعادل الآن. يحاول الآن محمد قاسم بالانطلاقة، يحاول المرور، مر محمد قاسم، انطلق، مرر إلى بشير والتمريرة وصلت إلى من؟ إلى اللاعب رضا. هنا محمد قاسم تصويبه، لكن علت العارضة وذهبت إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة فريق كربلاء. مباراة جميلة، تتكلم عن منتصف الشوط الأول، 22 دقيقة مرت من أحداث هذا اللقاء. مباراة جميلة، كربلاء تقدم عن طريق اللاعب عبد الله حسون، وعدل اللاعب نسيم صيود. كرة الآن مصلحة فريق النجف. أول أهدافه اللاعب التونسي نسيم. شبر علي يطلب الهدوء، فابرس ماجنم لا نريد الهدوء، نريد مباراة مستمرة بالأداء الكبير ما بين الفريقين. شاهدنا هجمات، شاهدنا فرص، شاهدنا أهداف، شاهدنا أداء جيد للفرقتين. كرة الآن لرضا محمد، رضا يلعب الكرة للخلف، محمد صالح إلى ماجنم فابرس التوغولي. شبر علي يحاول الآن البشير، تقدم بشير، يحاول الآن لكن قطعت من كريم بن عريف، يلعبها لعبد العزيز عمار يلعب الكرة، وصلت إلى حسن لكريم بن عريف. تمريرات قصيرة لمصلحة نادي كربلاء من أجل الخروج بالكرة، لكن ضغط عالي من لاعبين نادي النجف على لاعبين نادي كربلاء، وهنا خطأ لمصلحة الوضع بالصورة حسن حمزة. شاهد الكرة، خطأ لمصلحة حسن حمزة، خطأ لمصلحة نادي كربلاء. محمد أوتارا الإيفواري، مشوار كبير لهذا اللاعب الإيفواري. كرة العالية بعد من ماجنم فابريس، يحاول مصطفى محمد، قطعت، عادت لمصلحة نادي النجف. يحاول الآن 1-2 البشير وصيود، لكن الكرة قطعت من أحمد علي، وضع على الصورة رمية جانبية. شبر على تنفيذ الرمية الجانبية بعد هدف التعادل. نشاهد الآن هدوء في الأداء شبر، لكن أفضلية واضحة لمصلحة نادي النجف. هنا التمرير باتجاه رضا محمد، ضغط من محمد سعد على رضا. محمد سعد هل ينجح في الارتكاك؟ يلعبها رضا إلى مندي لمحمد صالح، لاعبي الارتكاز. مندي صاحب التصويبات القوية. فابريس إلى شبر، وصلت إلى محمد قاسم بالقرب منه مصطفى راضي. محمد قاسم تمريرة جميلة إلى شبر يلعب الكرة العالية. هنا الرأسية والإبعاد، عادت الآن محمد قاسم اللي يصوب. محمد قاسم ما زال يحتفظ بالكرة، يبحث عن زي التصويب، لكن قطعت الكرة. والبحث الآن على الهجوم المرتد، شاهد عبد الله حسون وحسين طالب. هنا التمرير حسين طالب السريع، فابرس ماجنم يحاول أن يضغط على حسين طالب مع الكرة،
يبحث عن مرور، يبحث عن توغل، لكن ما زال يضغط فابرس ماجنم وقدم محمد صالح وافتكاك للكرة، وفي الأخير اصطدت بحسين طالب إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي النجم. نعم، لاعب سريع جدا حسين طالب. الوضع على الصورة عباس عطية يعرف تماما أهمية هذا اللقاء، أهمية الخروج بنتيجة إيجابية من هذا الملعب في مباراة الديربي. ديربي من الدربيات المهمة والمتابعة الجماهيرية الكبيرة، ديربي الفرات الأوسط. ولو نشاهد قبل أيام يعني مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هناك تنافس على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ما بين جماهير الفريقين، ما بين الجماهير الكربلائية والجماهير النجفية. أكيد نعرف أهمية هذا اللقاء. الفوز بهذا اللقاء يعتبر الفوز ببطولة بلقب. عبد العزيز عمار يلعب الكرة العالية، ماكنزي استلام للكرة ومر من أمام عبد الله حسون صاحب الهدف الجميل. كرة العالية هنا البشير يحاول، لكن قطعت من أوتارا تلعب الكرة كريم بن عريف. من اللمسة الأولى أحمد علي أمامية أقرب لمحمد جاسم. محمد صالح إلى مندي للشبر. تمريرات قصيرة لمصلحة فريق النجف، عدم الاستعجال بلعب الكرات إلى الأمام. هنا مندي تمريرة أمامية يحاول رضا من جديد إلى الخلف إلى محمد صالح إلى رضا محمد مع الكرة. رضا ما زال فريق النجف يحتفظ بالكرة. مندي أمامية لمحمد قاسم لكن قطعت الكرة، لا وجود للخطأ. أحمد علي يلعب الكرة العالية، جاء حسين طالب لكن فابرس مقدم بالرأس إلى اللاعب مندي تمريرة جميلة ماكنزي يلعب الكرة الأرضية لكن قطعت من صلاح حسن. عادت مجددا لمصلحة فريق النجف. استحواذ كبير وحيازة كبيرة لمصلحة نادي النجف لكتيبة عبد الغني شاهد فريق كربلاء. جميع لاعبين متراجعين للخلف من أجل الدفاع على طبعا يعني شاهد يعني 10 لاعبين في منطقة يعني ما يقارب أتكلم عن 30 يارد متواجدين لاعبين نادي كربلاء. مندي مع الكرة، محمد صالح لعب الكرة لمحمد جاسم، شاهد قلب الدفاع متقدم إلى الأمام إلى محمد صالح إلى فابرس ماجنم. يحاول الآن مندي، تصويبة من مندي وعبد العزيز عمار والكرة الخطيرة. رضا محمد يحاول تاية الكرة، كرة خطيرة لمصلحة نادي النجف. عبد العزيز عمار لم يسيطر على الكرة، موجودة المتابعة كانت من رضا محمد لكن لم ينجح رضا محمد وفريق النجف بإضافة هدف ثاني من خلال هذه الهجمة. عبد العزيز عمار يوجه تلعب الركنية على القائم الأول لكن رأسية اللاعب شبر علي بعيدة وإلى الخارج. ركلة مرمى شاهد مندي صوب كرة قوية لم يستطيع عبد العزيز عمار مسكها وبالتالي طالت على عبد العزيز. رضا محمد تأخر قليلا، حاول التمرير محمد قاسم لكن متابعة دفاعية وعبد الغني شهد كان يمنى نفسه أن تكون هذه الكرة كرة الهدف الثاني، لكن ابعاد من الدفاعات. رأسية الآن يحاول الآن ماكنزي عالية، هنا الرأسية الابعاد من صلاح حسن حمزة المسيطر على الكرة. عادت لمصلحة فريق النجف. بدأ في لاعبي كربلاء يفقدون الكرة سريعا والحيازة والاستحواذ واضحة تماما لمصلحة النجف. تغيير لعب من اليسار إلى اليمين، شبر إلى بشير إلى مندي لمحمد قاسم لكن قطعت من حسن حمزة إلى الخارج. ركلة أو رمية جانبية. هذا هو حسن حمزة الذي بعد الكرة من أمام محمد قاسم. يعرفون تماما خطورة محمد قاسم وبالتالي الضغط عالي وكبير على محمد قاسم. هنا التمرير الأمامي باتجاه
لكن صلاح حسن ابعاد الكره ما زالت داخل الملعب لماكنزي. ماكنزي يلعب الكره داخل مصزاء. هنا الراسيه كادت تونس الاخر بشير الغوراني كاد ان يسجل الهدف الثاني، لكن راسيه البشير ذهبت بجوار القائم الايمن. شاهد هذه الراسيه التي مرت بجانب القائم الايمن الى الخارج الى ركله مرمى. وسط نظره ومتابعه من الحارس عبد العزيز عمار. ركله مرمى الان. زيد ثامر السلام الكريم بن عريف، هل يعاني من إصابة؟ وكريم بن عريف شاهد هنا طالب في 30 دقيقة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل هدف مقابل هدف. شاهد هنا الهدف الجميل من عبد الله حسون الذي سدد تسديدة قوية جدا سكنت شباك المرمى. نعم شاهد بالرغم من طول قامة الحارس رضا عبد العزيز، لكن لم يستطيع التصدي لهذه الكرة. هدف الجولة لعبد الله حسون. نعم هدف جميل جدا. كريم بن عريف الذي تلقى الإسعافات الأولية على ما يبدو يستطيع إكمال هذا اللقاء. ركلة مرمى عبد العزيز عمار على لعب ركلة المرمى. يأخذ وقته بالكامل، يطلب من اللاعبين التقدم، يلعب الكرة عبد العزيز عمار عالية تجاه حسين طالب، رأسية من محمد صالح، عادت لمصلحة مصطفى إلى عبد الله حسون، لكن قطعت من محمد صالح وهناك خطأ لمصلحة نادي النجف. محمد صالح يلعبها لماكنزي. لمحمد صالح مجددا، يحاول فريق النجف. هل هناك هدف قادم للنجف او لكربلاء؟ لكن الافضليه واضحه لمصلحه فريق النجف. شبر علي، محمد صالح الى محمد جاسم مع الكره. محمد صالح تمريره، شبر علي في جهه اليمين، يلعب الكره العاليه، يلعبها داخل مجزاء، والكره الخطيره لكن الابعاد عادت لمندي من جديد الى محمد قاسم يبحث عن ماكنزي. نعم يلعبها لماكنزي هناك لجهه اليسار. ماكنزي لكن اصطدت مع عبد الله حسون، ويحاول محمد قاسم بالراس، وابعاد اخر من دفاعات نادي كربلاء. كريم بن عريف يبحث عن الهجوم المرتد، لكن فابرس ماجنم موجود في التغطيه. عادت من جديد لمصلحه نادي كربلاء اماميه حسين طالب. هنا الراسيه لكن بعيده الى الخارج الى رميه جانبيه لمصلحة نادي النجف. لعبت سريعا لمصلحة محمد صالح، يحاول فريق النجف الآن. نعم سيطرة واستحواذ واضحة تماما لمصلحة فريق النجف، وتحديدا بعدما سجل هدف التعادل. رضا محمد وصلت إلى محمد قاسم مرور جميل من حسن حمزة، تمريرة الكرة لمندي لكن قطعت، عادت إلى ماكنزي يلعب الكرة العالية باتجاه بشير بن محمد، لكن مرت أقرب لها شبر علي يضغط لاعبي نادي كربلاء لكن نجح بالتمرير. وصلت لمصلحة نادي النجف، تلعب الكرة العالية، خروج من عبد العزيز عمار ومسك الكرة بكل ثبات من الحارس عبد العزيز عمار الواضح على الصورة.
10 دقائق أخيرة على نهاية ال 45 دقيقة الأولى. نهاية 45 دقيقة من الشوط الأول، والتعادل هدف مقابل هدف. تقدم كربلاء ومن ثم عدل النجف. مصطفى محمد صالح، لا مندي ضغط من لاعبي نادي كربلاء محاولين افتكاك الكرة، لكن عادت لمصلحة نادي النجف. ماكنزي أحمد أمامية من أحمد باتجاه نسيم وصلاح حسن، لكن الغلبة لصلاح. صلاح نجح بقطع الكرة والتمرير إلى حسن حمزة. كريم بن عريف، كريم لحسن حمزة، تمريرات لمصلحة نادي كربلاء. حسن ما زال يعترض بالكرة، لكن محمد صالح نجح في افتكاك الكرة. مرر إلى محمد قاسم يحاول الآن يبحث عن زاوية التصويب أو التمرير. تمريرته قطعت، عادت لمصطفى راضي مررها إلى مصطفى لحسين طالب. مر حسين طالب، انطلق حسين طالب يحاول فابريس ماغنم. ممتاز عودة سريعة من فابريس ماغنم. مباراة داخل مباراة ما بين الثنائي حسين طالب وفابريس ماغنم. يحاول محمد قاسم وكربلاء الآن يبحث عن الضغط إلى الأمام من أجل قطع الكرة ولا يعود إلى الخلف، لكن واضحة تماما الأفضلية لمصلحة نادي النجف وأيضا الخطورة لنادي النجف. هنا المرور من نسيم يمرر لماكنزي. يلعب الكرة واصطدت باللاعب محمد سعد وإلى الخارج ركنية. بالسلامة لمحمد سعد الذي يعاني من إصابة بعدما سقطت أو ما اصطدمت الكرة بوجه اللاعب، وبالتالي اللاعب سقط على أرضية الملعب بعد هذه الضربة. نعم، يقول أشعر بالدوار. بالسلامة لمحمد سعد. ركنية الآن لمصلحة فريق النجف. محمد قاسم المتخصص أكثر من ساهم بأهداف فريق النجف. هنا الرأسية والإبعاد آخر من لاعبين نادي كربلاء إلى ركنية أخرى أيضا متخصص محمد قاسم. النجف يضغط الآن عن طريق الركلات الركنية. تلعب الركنية قصيرة، قطعت من حسين طالب، لكن هذه المرة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النجف الذي يضغط على فريق كربلاء خلال هذه الدقائق بحثا عن هدف التقدم. وكربلاء يعتمد على الهجمات المرتدة عن طريق اللاعب مصطفى راضي وأيضا حسين طالب. تلعب رمية جانبية على طريقة الركلة الركنية من ماكنزي. هنا الرأسية، الإبعاد من مصطفى راضي، تشتيت للكرة لكن لا وجود لأي لاعب من لاعبين نادي كربلاء. فابرس ماغنم، تمريرة لمحمد جاسم. عودة لاعبي كربلاء للخلف من أجل الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة إلى التحولات السريعة من الدفاع للهجوم. وهذه إحدى التحولات. عبد الله حسون يحاول، يعود بالكرة للخلف إلى محمد سعد يضغط لاعبي نادي النجف إلى الأمام. صلاح حسن إلى حسن حمزة لصلاح حسن مجددا. مصطفى محمد، تمريرات قصيرة. هذه تمريرة وصلت إلى مصطفى راضي من أمام شبر علي، يحاول المرور لكن مصطفى راضي يحاول لكن قطعت من شبر. مررت إلى مندي مر، عدى مندي، طلق مندي. أي سرعة، أي لياقة، أي مهارة من هذا السنغالي. تمرير لبشير بن محمد إلى محمد قاسم، يبحث عن زاوية التصويب. محمد قاسم ما زال يعطي بالكرة، يمرر إلى رضا بالقرب من صلاح حسن. رضا ما زال يعطي بالكرة، يلعبها داخل مجزاء لكن قطعت. عادت مصلحة كربلاء إلى كريم بن عريف يحاول لكن محمد صالح افتك الكرة والحكم قريب جدا. نعم، لا يبعد بضع مترات عن كريم بن عريف. يقول لا وجود للخطأ. مر ماكنزي، يلعب الكرة، يحاول أحمد علي الراسية. جول. رضا محمد يعلن عن التقدم، يعلن عن قلب الأمور، عن قلب النتيجة لمصلحة نادي النجف بعدما كان متأخرا بهدف. سجل التعادل والآن يسجل هدف التقدم عن طريق رضا محمد. شاهد ماكنزي ومشوار كبير من ماكنزي. وأحمد علي، ماذا تفعل يا أحمد علي؟
خطأ بالابعاد من مدافع اليسار احمد علي، استغلها رضا محمد ووضع رأسية في الزاوية الصعبة على عبد العزيز عمار. احمد علي مدافع كربلاء كأنه هيأ الكرة الى اللاعب الواضح على الصورة رضا محمد الذي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40 لمصلحة نادي النجف. النجف الآن يتقدم على كربلاء بهدفين مقابل هدف واحد. نعم يا سادة، نعم يا سادة، إنه دربي الفرات الأوسط. ماذا هناك؟ لا وجود لشيء في اللقطة، وبالتالي سيف ثامر يقول الهدف شرعي 100%. النجف هدفين، كربلاء هدف. النجف قلب تأخره إلى تقدم بعدما تأخر عند الدقيقة 12، عدل عن طريق نسيم في الدقيقة 20، والآن عن طريق رضا محمد في الدقيقة 39. وبالتالي الآن فريق كربلاء هو من يبحث عن التعديل، هنا التصويبة، جول 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 جول. عبد الله حسون يعاود الكرة بقذيفة أخرى من هذا العميد الكربلائي ليعدل النتيجة. أي مباراة، أي سيناريو، أي أهداف. جول جميل لمصلحة كربلاء. ماذا تفعل يا عبد الله حسون؟ ماذا في قدمك اليمنى يا عبد الله حسون؟ شاهدت تصويبة أخرى من عبد الله حسون. إكلاكيت ثاني مرة، كأنك تشاهد إعادة للهدف الأول، لكن لا يا عزيز المشاهد، هذا هدف ثاني بنسخة كربونية من عبد الله حسون. أي عبد الله، أي حسون، أي تسديدة، أي قذيفة من هذا العبد الله. هدفين مقابل هدفين. لم يهنأ النجف، لم تهنأ الغزلان بهدف التقدم إلا في دقيقتين ليسجل عبد الله حسون التعديل. هل هناك هدف ثالث؟ لا أتحمل هدف ثالث الآن. أي دقائق مجنونة. تحاول الآن هنا الرأسية، مرت عدت من التونسي بشير بن محمد. أي مباراة، أي شوط، أي دقائق، أي أحداث، أي أجواء. الله، الدربي يوفي بكل وعوده. نعم ديربي، هذه مباراة الدربيات، هذه هي الدربيات الحقيقية. نعم ديربي الفرات الأوسط، هذه المنطقة التي يعود تاريخها إلى 6000 سنة قبل الميلاد. ماذا تفعل يا مندي؟ هل تريد أن تجعلني مجنون إذا سجلت هدف من هذه المسافة؟ وهنا احتكاك ما بين عبد العزيز عمار ونسيم صيود، والحكم يقول لا وجود لشيء، والمباراة مستمرة. لقاء كبير ومثير ما بين النجف وكربلاء، ما بين نعم العميد وغزلان البادية، والتعادل بهدفين مقابل هدفين. هنا اللعب الكرة العالية، كريم بن عريف يحاول، فقد الكرة، عاد وافتك الكرة مجددا، لعبها لأحمد علي أمامية إلى مصطفى الحسين طالب، يحاول يضغط محمد، لكن ممتازا محمد، سقط محمد، تعثر محمد، والكرة ذهبت إلى الخارج. رمية جانبية. خلاص 45 دقيقة على وشك النهاية. كم سوف يضيف حكم اللقاء؟ أعتقد 4 دقائق على الأقل. 4 دقائق على الأقل، طبعا بسبب علاج الحارس رضا عبد العزيز حارس مرمى النجف بعدما تعرض إلى إصابة على مستوى الوجه. رمية جانبية، أحمد علي يلعب الرمية الجانبية إلى حسن
هل يصوب حسن حمزة؟ تصويبة، يا الله يا الله على حسن حمزة، يقول ليس فقط عبد الله حسون مدفعش، أنا مدفعش آخر. القائم ينقذ النجف، القائم يقف مع أبنائه، يقف مع أولاده في لقطة حسن حمزة. القائم هذه المرة هو من يتصدى لتصويبة حسن حمزة الذي ارتطمت بالقائم الأيمن وذهبت إلى الخارج. الكربلاء اعتمد على سلاح التصويبات من مسافات بعيدة، على التصويبات وعلى القذائف، والنجف يحاول الآن أن يتقدم 3 دقائق كوقت معتمد رضاع. هنا الكرة العالية وعبد العزيز عمار، نعم 3 دقائق كوقت مضاف على أحداث الشوط الأول والتعادل 2-2. شوط أول جميل جميل جدا، نعم شوط جميل، ديربي ديربي، كلاسيكو كلاسيكو، لا ما نريد نقول كلاسيكو لكن هو ديربي خاص، ديربي خاص ما بين الفرقتين. تلعب الكرة العالية، ماكنزي، ماكنزي يحاول المرور، لكن عبد الله حسب بالواجبات الدفاعية من أمام ماكنزي. تمريرة إلى ميندي، ميندي إلى فابرس ماغنم، تلعب الكرة إلى بشير، بشير بن محمد يحاول المرور، مر بشير لكن مصطفى راضي قريب منه، يلعب الكرة لكن راسية أوتارا، ابعاد من أوتارا، عادت لشبر علي، شبر علي يلعب الكرة العالية، ويحاول الآن فريق النجف أن يضغط لكن ابعاد من صلاح حسن، تشتيت للكرة، حسين طالب ومحمد جاسم، راسية محمد جاسم عادت لمصلحة نادي كربلاء. هنا تمريرة العالية، حسين طالب يضغط لكن فبرس مقدم برأسه للحارس رضا عبد العزيز بدوره بيده لمحمد جاسم. محمد جاسم تلعب الكرة إلى ميندي، ميندي تمريرة طويلة باتجاه رضا محمد، هنا الرأسية ابعاد من صلاح حسن، محمد سعد مع ماكنزي يحاول، وهناك خطأ أو ركلة مرمى، نعم ركلة مرمى لمصلحة فريق كربلاء، عدم رضا من ماكنزي باحتساب ركلة مرمى، كان يطالب بركلة ركنية. الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف على ما يبدو الشوط في طريقة إلى النهاية بالتعادل، إلا إذا كان هناك شيء في الثواني المتبقية. تلعب الكرة العالية، فابرس ماغنم والإبعاد، هنا الرأسية، ماكنزي، أحمد ماكنزي مع الكرة أمامية إلى نسيم، نسيم يحاول صيود لكن قطعت ممتازة من صلاح حسن، صلاح إلى كريم بن عريف، كريم إلى صلاح عالية، وهنا الحكم زيد ثامر يعلن عن نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدفين مقابل هدفين. سجل الكربلاء عبد الله حسن في الدقيقة 12 دقيقة 41، وللنجف نسيم صيود في الدقيقة 20 ورضا محمد في الدقيقة 39. حبة المشاهدين الصراحة قصرون، نعود إليكم مجددا لا تذهبوا بعيد.
تلعب الكرة وجول. أيمن 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 الطرابلسي يسجل أول الأهداف بالدقيقة 77 من عمر المباراة بكرة رأسية جميلة. أيمن الطرابلسي يسجل هدف الشخص الثاني في شباك كربلاء بعد أن سجل في شباك الحدود. يحرز هدف التقدم برأسية جميلة بخطأ دفاعي قاتل من مدافعي كربلاء، وبكل شكل ووضع مستريح يضع الكرة برأسية جميلة. شوف برأسية جميلة تمر على يسار الحارس عبد العزيز عمار ويسجل معها أول الأهداف. شوف الرأسية ترتطم بعلي وتعانق الشباك. لاحظ هدف أول، هدف التقدم الأول لمصلحة نادي ديالى عن طريق أيمن الصفاقسي، وهو هدف الشخص الثاني هذا الموسم. حمزة عدنان عالية داخل منطقة الجزاء، جول. هدف لنوروز عن طريق راسكو. فريق الصادق يصدق على الهدف الأول. هدف أول لنوروز أتى بالعيدية لغاية الآن. راسكو فريق أتى بالعيدية. الله رأسية على يسار عبد السليم حماد. أول لنادي نوروز. اليوم الجديد وقحطان كثير 4 خسائر مع حسن كمال لاعب الدولي السابق المساعد. مسوفا هداف الفريق ب7 أهداف. كرة تنقل للأمام داخل منطقة الجزاء، خطيرة. مر الله سجل الطلبة. جول للطلبة عن طريق معروفي. غيث معروفي سجل أول أهداف المباراة. وعودة الأنيق ربما إلى زمن الأناقة، وبالتالي المدافع اللي تقدم من خلال الكرة الماضية فيها بالمرة الأولى سايمون مسوفا التنزاني. شوف تقدم بالكرة، تقدم ومر من الأول ومر من حارس المرمى، وبعد ذلك يأتي بشكل مستريح، ولكن المتابعة كانت ممتازة عن طريق غيث معروفي بيساره في وسط المرمى ليتقدم الطلبة بأول أهداف المباراة. ولكن برافو، كل العمل للاعب التنزاني سايمون مسوفا. تقدم من المدافع بالمرة الأولى. تقدم لؤي هو من سينفذ، اعتقد لؤي هو من سينفذ، او الوسلاتي سدد الكرة. جول التونسي بالمرة الأولى والتونسي بالمرة الثانية. الأولى غيث معروفي والثانية حبيب الوسلاتي من ضربة حرة مباشرة. الله 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 على الطلبة، الله على أنيق العاصمة. البداية قوية بهدفين، يضرب بالمرة الأولى ويضرب بالمرة الثانية. اللاعب التونسي بالأولى والتونسي بالثانية غيث معروفي، وحبيب الوسلاتي لاعب خط الوسط من ضربة حرة مباشرة يسجل ويودع الكرة على يسار حارس المرمى. الكابتن صقر عجيل حاول مع الكرة ولكنها كانت مع المباراة. ولمن ستكون النقاط؟ بينما هنا كرار سعد، الكرة العرضية إبعاد خطيرة. الله
التنزاني، الهداف التنزاني سايمون مسافة بقدم يسارية يودع الكرة داخل الشباك. جول ثالث للطلبة من خلال هذه المباراة في الدقيقة 50 أو 51 من عمر المباراة. سجل سايمون الهداف ليصل ل8 أهداف من خلال هذا الموسم. افرحي يا جماهير الطلبة بهذا التقدم بهذه الثلاثية، والثلاثية تأتي من اللاعبين المحترفين. التونسي أولا، التونسي وثالثا يأتي التنزاني بكرة، وبالتالي المتابعة على الطاير. شوف الوقفة السليمة، شوف المتابعة السليمة. الله على متابعة الكرة، الله على هذا التمركز الممتاز من قبل اللاعب سايمون. مسافة بدون رقابة ليودع الكرة في سقف المرمى ليتقدم الطلبة ب3 أهداف. أمامية من سيف حاتم، أحمد السروري، علي حسن، مرور ممتاز، الكرة العرضية خطيرة والتسديدة. جول، جول للحدود، جول للحدود أو حالة تسلل، حالة تسلل، اي نعم، حالة تسلل على داكوستا اللاعب السنغالي. داكوستا إذن يلغى الهدف. هذه الكرة، هذه الكرة هنا لغاية الآن الحالة سليمة، المرور ممتاز، بعد ذلك الكرة العرضية، وهذه تحتاج لزاوية أفضل والإعادة بشكل بطيء. هل كان متسللا لحظة تسديد الكرة اللاعب داكوستا أو كان في موقف سليم؟ خلاص هنا أعطى القرار أمجد كامل، أعطى القرار خلاص لحكم المباراة. حكم المباراة ماذا يقول؟ بأنه الكرة هدف. نعم، هدف لمصلحة الحدود. سجل داكوستا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 55 من عمر المباراة. سجل. شوف الإعادة، شوف الإعادة هنا التسديدة. نعم، الحالة سليمة. دينيس كان متراجع، وبالتالي عندما سدد الكرة مؤمل يلعب كرة طويلة، ويا سلام، كرة خطيرة خطيرة. جول 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 جول، هدف أول، هدف أول عن طريق سيف رشيد هداف الفريق، بكرة جميلة يخطفها ويلعبها بذكاء ودهاء من فوق الحارس دولوفان، ويحرز التقدم لفريق القاسم بأول الأهداف بالدقيقة 4 من عمر المباراة، ويسجل الهدف ال12 بعد أن سجل في شباك ديالى أربيل الحدود هدفين، نفط البصرة زاقو الزوراء هدفين، النجف الحدود مرة أخرى هدفين. يعود ليسجل اليوم في شباك أربيل أول أهداف المباراة بالدقيقة 4 من عمر اللقاء. سيف رشيد يسجل أول أهداف. شوف شوف شوف، تخلص من المدافع ولعبها بيمينه بذكاء، اجتازت الحارس ودخلت الشباك، وأحرز معاها هدف التقدم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هدف أول وتقدم أبيض للقاسم، 1 القاسم لا شيء أربيل. من محمد يا عصام، عدى يا عصام، ماشية من عصام، لا يا عصام، من عصام تعود مرة أخرى، هي بنقل محمد سامي، تتهيأ من علاء عباس الأبوتشي. جول على عباس، هذا هو علاء، هذا هو الأباتي. هنا الصقور نعم يسجلون أول أهداف المباراة. القوة الجوية عن طريق هذا الصقر الجوي علاء عباس. ها هم الصقور يعودون، ها هم يحلقون من جديد، قد يتعثرون. الكبير نعم ربما يسقط في جولة، لكنهم لا يعرفون الانكسار. القوة الجوية ينهضون، يردون ويؤكدون للجميع بأن البطل لا يهزم بروحه، وإن الطريق نعم إلى القمة لم يغلق بعد، والدور لا زال طويلا، والمنافسة مشتعلة، والمتصدر لن يبتعد كثيرا. بهذه اللحظات وهذه الدقائق المتبقية على نهاية أحداث الشوط الأول، ركنية للصقور، ملعوبة للكرة بالراس. جول
الثاني. عودة القوة من جديد، عودة القوة وبقوة، عودة القوة وبقوة. براسية وهدف ثاني لنادي القوة الجوية. يعودون يحلقون بملعب الشعب الدولي، وهذه المرة عن طريق اللعب زيد تحسين. زين يا تحسين، زيد يا زيد. تحسين اسكنها الشباك هنا براسية، جاء من الخلف ليأخذ مكان المهاجمين زيد تحسين ويسجل هدف روعة، وهدفه الثاني هذا الموسم بعد ما سجل في شباك الزوراء، الآن يسجل في شباك نفط البصرة. زيد تحسين يسجل الهدف الثاني بالمباراة لنادي القوة الجوية براسية جميلة بهدف رائع. اسماعيل هل يفعلها وتكون النتيجة مشابهة لمباراة الذهاب؟ هنا في مباراة الإياب اسماعيل يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء، جول. اسماعيل أورو يقلص نتيجة المباراة ويسجل هدف نفط البصرة من علامة الجزاء. هدف أول لنادي نفط البصرة، ونعم نفذها بذكاء. اسماعيل يسجل الهدف الأول لنفط البصرة لتصبح نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف. 2 للقوة الجوية، 1 لنفط البصرة. وضعها بالزاوية اليسرى للحارس، نعم محمد رحيم يسجل هدف. بيار ابو بكر جهه اليمين دائما هي مصدر الخطوره. هنا الكره العاليه، ابراهيم غازي يحاول يصوب وما زال باشق عبد الله والكره، وهناك تصويبه، الله يا جلال، جول. بالرغم من تألق جلال الا ان بيتر غورغيس في هكذا مناسبات يظهر ويسجل الاهداف. جلال حسن الذي تألق في مرة أولى والثانية والثالثة، لكن بيتر غورغيس لم تنجح في اليسرى ونجح في اليمنى. أي بيتر أي غورغيس. شاهد إبراهيم غازي الذي حاول مع باشنق عبد الله، وباشنق قاتل على الكرة، وصلت إلى غورغيس، سدد بيسراه وعاد وتصدى جلال، وفي اليمنى ينجح غورغيس بتسجيل الهدف الأول لمصلحة نادي دهوك الذي يفتتح التسجيل عن طريق بيتر غورغيس. وفرحة يونيك زاكري المتواجد اليوم في دكة البدلاء. مصدر الخطورة، مصدر الخطر. قوقية يحاول قوقية تمرير لتوميو، توميو المزعج، مار توميو صوب، جول 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 جول. ذكرت كم يستطيع الصمود نادي دهوك امام هذا المد، امام هذا الضغط، والزوراء يعدل النتيجة. وهناك صخب كبير في مدرجات ملعب الزوراء، والرايات البيضاء ترتفع عاليا هناك في ملعب الزوراء. توميو النيجيري حاول الزوراء عن طريق كرار نبيل وتوميو وبقية الرفاق، وفي الأخير توميو يضع كرة التعادل في شباك محمد صالح، والنوارس تعود للتحليق مجددا هنا في أرضها في ميدانها أمام عشاقها عن طريق هذا النسر النيجيري الذي يمثل شعار النوارس، يمثل الشعار الأبيض الذي يعلن عن هدف التعديل. زاكري هل يلعب الكرة لزاكري؟ بنفس المتعة التي شاهدناها خلال الشوط الأول. دربي كبير كان بقيادة هذا الحكم زيد ثامر، دربي كبير، دربي الفرات الأوسط، هذه المنطقة التي طبعا يعود عمرها إلى 6000 سنة قبل الميلاد، لكن نحن اليوم
في ديربي خاص ما بين النجف وكربلاء هنا في ملعب النجف. نعرف مباريات كربلاء والنجف دائما ما تكون مباريات فيها تنافسية كبيرة، فيها أداء، فيها طبعا يعني مثل ما نقول فرض السلطة، فرض السطوة، فرض الأفضلية. لمن سوف تكون الأفضلية؟ هل لكربلاء أم للنجف؟ هل هناك تبديل على مستوى حراسة المرمى؟ هل يشارك سرهنك محسن؟ على ما يبدو مشاركة سرهنك محسن الآن بديلا للحارس رضا عبد العزيز، أم يؤجل هذا طبعا التغيير؟ هذه جماهير كربلاء التي تساند الفريق بانتظار بداية الشوط الثاني، بانتظار صافرة الحكم زيد ثامر على انطلاقة هذا الشوط. هل هناك طبعا على ما يبدو هناك تبديل؟ نعم، تبديل على مستوى حراسة المرمى، دخول سرهنك محسن بديلا لرضا عبد العزيز. نعم، هذا هو سرهنك محسن الذي طبعا سوف يبدأ في الشوط الثاني بديلا لرضا عبد العزيز الذي عانى من إصابة. سرهنك محسن الذي يلعب مباراة رقم 16، لديه طبعا 6 كلين شيت، خرج ب6 مباريات بشباك نظيفة. الآن هو يلعب الشوط الثاني من المباراة. الأهداف تم احتسابها في مرمى رضا عبد العزيز، بانتظار زيد ثامر أن يطلق صافرته لبداية أحداث الشوط الثاني. المباراة هدفان لكل جانب، شوط أول فيه الإثارة والمتعة والأهداف والفرص والمحاولة المحققة للتسجيل. الآن بداية الشوط الثاني، والكربلاء يبدأ مهاجما. هنا الكرة العالية أبعاد من فبرس ماجنم، عادت لمصطفى محمد لأحمد علي. أحمد علي أمامية أقرب إلى شبر. هنا الرأسية من مصطفى، يحاول رضا من أمام صلاح حسن إلى مندي إلى ماكنزي بنفس الأسماء بالنسبة لنادي كربلاء. عبد العزيز عمار، محمد أوتارا، صلاح حسن، محمد سعد، مصطفى محمد، أحمد علي، كريم بن عريف، حسن حمزة، عبد الله حسون، حسين طالب، ومصطفى راضي. أما نادي النجف فقط تبديل على مستوى حراسة المرمى، سرهنك محسن بديلا رضا عبد العزيز، ومحمد صالح، محمد جاسم، ماجنم فابرس، احمد ماكنزي، دومينيك مندي، شبر علي، بشير بن محمد. هنا التمريره الاماميه السهل عبد العزيز عمار، ونسيم صيود، ورضا محمد، ومحمد قاسم. تشكيله فريق النجف الكابتن عبد الغني شهد، ومن قبلها تشكيله نادي كربلاء للكابتن عباس عطيه. فريقان قادا منتخباتنا الوطنيه. عباس عطيه سبقا قاد منتخباتنا على مستوى الفئات العمريه، بينما عبد الغني شهد ايضا قاد منتخبنا الاولمبي ومنتخبنا الوطني. احمد ماكنزي، نعم، الكوادر الوطنيه التي قادت منتخباتنا الوطنيه عباس عطيه وعبد الغني شهد. هنا تمرير عبد الله حسون، قطعت وصلت لمندي، مرر الكره لشبر علي، لمحمد قاسم، محمد قاسم بلمسه واحده الى بشر بن محمد، الى محمد قاسم، قطعت الكره عادت الى اوتارا، تمريره اماميه وصلت لحسين طالب، كريم بن عريف، تمريره عادت لكريم بن عريف، لكن زيد ثامر يوقف المباراه كون الكره اصطدمت بزيد ثامر للمره الثانيه في الشوط الاول. ايضا الكره لمست زيد ثامر، والان ايضا تلمس زيد ثامر. يعني هكذا طبعا يعني لقطات وهكذا امور يحاسب عليها الحكم كونه في تمركز غير صحيح. كرة الان لصلاح حسن، صلاح لمحمد سعد، اماميه لعبد الله حسون، طالت على عبد الله الى الخارج، رميه جانبيه. صاحب الهدفين عبد الله حسون، طبعا اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك في مباريات النجف وكربلاء هو كرار جاسم لاعب نادي النجف، اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك في مواجهات الفريقين. عبد الله حسون هل يصبح اول لاعب من نادي كربلاء يسجل هاتريك في مرمى نادي النجف؟ الكرة الان محمد الى مندي مع الكرة، دومينيك السنغالي
إلى رضا محمد اللي سجل الهدف الثاني. شبر على محمد قاسم، تمريرة قصيرة قطعت، عادت لكربلاء. محمد اوتارا، تمريرة عالية باتجاه حسين طالب. ماجنم فابرس بالراس إلى محمد صالح لمحمد جاسم. محمد صالح، ميندي، تمريرة طويلة من ميندي. أحمد علي يستطيع السيطرة على الكرة في مرة أولى ويترك الكرة إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نادي كربلاء. بداية الشوط الثاني هادئة نوعا ما. أحمد علي يلعب رمية جانبية. كريم بن عرف لأحمد علي مجددا، يلعب الكرة العالية إلى الخارج. رمية جانبية، كرات مقطوعة، كرات إلى الخارج من قبل لاعبي الفريقين. محمد صالح إلى فابرس ماجنم إلى الخلف. سرهك محسن إلى محمد جاسم. تمريرة محمد صالح، يحاول فريق النجف أيضا بالاستحواذ بالسيطرة على الكرة. شبر علي، أمامية إلى نسيم لبشير من أمام أحمد علي. يلعب الكرة العالية، يحاول أحمد قاسم لكن طالت على أحمد قاسم إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء. 5 دقائق أولى مرت من الشوط الثاني والتعادل هدفين مقابل هدفين. لقطة على جماهير نادي النجف التي تؤازر الفريق، تؤازر غزلان البادية من أجل العودة إلى سكة الانتصارات. النجف في آخر مباراتين لم يحقق الفوز وإنما تعرض إلى خسارتين. الكرة العالية راسية محمد جاسم، عادة راسية محمد سعد. عبد الله حسون، لكن هناك خطأ على عبد الله. الوضع على الصورة صاحب الثنائية لنادي كربلاء. شاهد اللقطة. محمد جاسم إلى محمد صالح، يحاول فريق النجف نعم حيازة سيطر على الكرة، التمريرات القصيرة. وفريق كربلاء بنفس النظام، الاعتماد على التحولات السريعة من الدفاع للهجوم والهجمات المرتدة. ميندي، تمريرة هناك لشبر علي. إلى بشير بن محمد. بشير يحاول التونسي لكن أحمد علي موجود وقطع الكرة. أحمد علي الخارج، رمية جانبية. شبر علي على لعب الرمية الجانبية. ميندي يستلم الكرة إلى شبر مجددا إلى ميندي لمحمد جاسم اللي صوب محمد جاسم يمرر إلى محمد قاسم. هل هناك خطأ؟ نعم خطأ لمصلحة فريق النجف. وشاهد لاعبي نادي كربلاء كيف يعترضون على هذا الخطأ. يعرفون هناك لاعب اسمه محمد قاسم متخصص بهكذا كرات، لديه قدم يسرى قوية هو وميندي، لكن هو المتخصص. خطأ على حسن حمزة لمصلحة محمد قاسم. هل ينجح محمد قاسم أن يسجل الهدف الثالث من خلال هذه الركلة؟ نعرف تماما خطورة اللاعب محمد قاسم. خطأ الآن، جماهير النجف تتفاعل. مع هذا الخطأ. ميندي محمد قاسم، تلعب الكرة من ميندي لكن بعيدة من ميندي. حاول السنغالي دومينيك ميندي يلعب الكرة لكن عالية إلى الخارج. تلعب الكرة العالية بالرأس من محمد جاسم، رأسية أخرى من حسن حمزة. مصطفى راضي وبشير، من يلحق بالكرة بشير. عادت لمصلحة نادي النجف. محمد جاسم إلى ميندي مع الكرة.
حاول دومينيك إلى محمد صالح. شبر علي، حلول قليل لمصلحة نادي النجف على المستوى الهجومي. وصلت إلى محمد جاسم، كرة العالية داخل مجزاء. هنا بشير براسه لا نسيم، لكن أحمد علي موجود في التغطية الدفاعية. لعب الكرة لمصطفى راضي، يلعب الكرة العالية. سين طالب من أمام فابرس ماجنوم ومحمد صالح. أكيد غلبة للثنائي محمد صالح وفابرس ماجنوم. عادت الكرة سريعة لمصلحة نادي النجف. مندي يلعب الكرة العالية باتجاه ماكنزي مر، عدى أحمد ماكنزي، يلعب الكرة الخطيرة، مرت وعدت من أمام رضا محمد، وابعاد الكرة من أوتارا، من اللاعب الإنفواري أوتارا. تبديل أوس محمد يدخل الآن. أوس محمد لاعب مهاجم يمتلك 3 أهداف، بديل لكريم بن عريف. على ما يبدو كريم بن عريف يعاني من إصابة. نعم شاهدناه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لم يستطيع إكمال اللقاء، لكن الآن يبدأ في الشوط الثاني 10 دقائق فقط، وخروج كريم بن عريف ودخول أوس محمد، لاعب مهم جدا كريم بن عريف في وسط الملعب. الكرة الركنية الآن لمصلحة نادي النجف. محمد قاسم يلعب الركنية العالية، هنا الرأسية خطيرة داخل مجزاء، مرت وعدت من أمام بشير بن محمد التونسي. حاول محمد جاسم لكن متابعة متأخرة من بشير. شاهد رأسية من ماكنزي إلى محمد جاسم لعب الكرة، وبشير بن محمد كان متأخر بجزء من الثانية. وإلى ركلة مرمى، تلعب ركلة المرمى من عبد العزيز عمار. هنا الرأسية من محمد صالح. شبر إلى مندي، يضغط أوس على مندي، لكن مندي عاد أول وثاني. وصلت الآن إلى نسيم لرضا محمد يلحق بالكرة، يضغط عليه محمد سعد، يلعب الكرة، مرت وعدت إلى الخارج. بدأ النجف يهدد، بدأ النجف يشكل الخطورة على مرمى العميد الكربلائي، وجماهير غزلان البادية تنتظر هدف التقدم مع المدرب عبد الغني شاد، لكن لغاية الآن النتيجة متعادلة. وكربلاء حذاري من كربلاء في الهجمات المرتدة. عبد العزيز عمار يطلب من اللاعبين التقدم الأمام، يلعب الكرة العالية الطويلة. حسين طالب مع شبر، لكن لشبر مندي يمرر إلى نسيم لمحمد قاسم. هجوم سريع لمصلحة النجف، يلعبها لا بشير كرة العرضية، لكن عبد العزيز عمار نجح بمسك الكرة على دفعتين، لم ينجح في الأولى لكن نجح في الثانية. حذر يا عبد العزيز، حذر يا عمار، لو كان أحد لاعبي نادي النجف قريب عليك لكان الهدف الثاني. تعرف تماما خطأ الحارس يكلفك هدف. تلعب الكرة العالية، فابرس ماجنم، رأسية مصطفى راضي، عادت قطعة لمصلحة كربلاء، وصلت إلى أوس محمد مع الكرة. البديل الأول لكربلاء، مر أوس من الأول يحاول المرور، لكن قطعة محمد صالح عادت مصلحة نادي النجف. رضا محمد عاد بالكرة للخلف إلى محمد صالح الذي يغير اللعب تماما هناك في جهة اليمين لمصلحة شبر. على الوضع على الصورة، شبر إلى بشير، إلى شبر مجددا. يحاول فريق النجف، شاهد سيطر على الكرة، لكن يعني لا وجود للفرص الخطيرة. نعم شاهدنا محاولات، لكن نجح عبد العزيز عمار. وهنا الرأسية، وأيضا فوق العارضة من رضا محمد، رأسية رضا محمد لكن أيضا فوق العارضة. حاول بالكرة، شاهد الجماهير البراعم الصغار من أجل المساندة والدعم. نلعب الكرة العالية. بصراحة يعني النتائج مؤثرة تماما على الحضور الجماهيري. للمرة الثالثة
الكرة تصطدم بزيد ثامر، يعني هل تمركز زيد ثامر ليس صحيح أو اليوم الكرة حابته؟ رضا محمد يلعب الكرة لشبر، شبر علي، يحاول شبر علي إلى محمد قاسم، إلى نسيم، تصويبه، أي كرة، أي تسديدة من هذا التونسي نسيم كاد أن يأتي بالهدف الثالث، لكن كرته مرت من جانب القائم الأيمن، شوه التسديدة قوية لكن مرت، ومحمد قاسم بأسس جميل بتمريرة جميلة، لكن نسيم صيود لم يكمل هذا الجمال، لم يكمل تمريرة محمد قاسم الجميلة جدا. أوتارا، قطع الكرة من محمد أوتارا عالية باتجاه حسين طالب، فبرس مجنم براسه إلى شبر إلى مندي، طالت على مندي قصيرة، قطعت مجددا لمصلحة محمد قاسم إلى رضا محمد، رضا يبحث عن زاوية التصويب، يمر محمد قاسم، محمد مار، محمد صوب، الله يا أوتارا بفداية كبيرة من الإفواري من أمام هذا المدفعجي محمد قاسم الذي حاول أن يصوب يمناه، لكن أوتارا انبر لهذه الكرة بفدائية كبيرة وأبعدت الكرة من أمام هذا الخطير محمد قاسم الذي طبعا متسبب أو مشترك ب 12 هدف. نعم 12 هدف، سجل 8 أهداف ولديه صناعة ل4 أهداف، يعني 12 هدف من مجموع 28 هدف، يعني تكلم عن 40% من أهداف النجف فيها بصمة محمد قاسم. محمد صالح يحاول، محمد جاسم مع الكرة إلى ماكنزي إلى محمد يحاول المرور، قطعت الكرة من عبد الله حسون إلى حسين طالب إلى أوس تمريرة باتجاه عبد الله حسون، لكن أقرب لها ماكنزي أو فابرس الذي أبعد الكرة فابرس ماجنم أبو جوتشو. وهنا الآن تبديلات عباس عطية، تبديلين دفعة واحدة، قاسم عبد الزهرة، بدلاء لمن؟ قاسم عبد الزهرة وأحمد الوجيه اللاعب اليماني، أحمد الوجيه بديلا للاعب محمد سعد، وقاسم عبد الزهرة بديلا لحسن حمزة. كرة الآن عالية تصل سهلة لسرهيك محسن المرتاح تماما في مرماه بعد مرور ما يقارب 16 دقيقة. لم نشاهد سرهيك محسن، لم نشاهد أي تهديد أو فرصة لنادي كربلاء على نادي النجف، بل نادي النجف هو الذي كان مبادر في الهجوم، مبادر في الخطورة، لكن دون ترجمة الأهداف. ماكنزي تغيير اللعب من اليسار اليمين، وصلت للتونسي بشير بن محمد إلى شبر علي يلعب الكرة، يحاول الآن فريق النجف مندي لمحمد قاسم يحاول، لكن ضغط من مصطفى محمد، عادت لشبر إلى مندي مجددا لشبر، يحاول فريق النجف شاهد بالاستحواذ بالحيازة بالتمريرات القصيرة. نادي النجف في الشوط الثاني سير المباراة، لكن هذه الحيازة والاستحواذ لا تكفي، يجب أن يسجل فريق النجف إذا ما أراد العودة لسكة الانتصارات أمام فريق كربلاء الذي يلعب على الهجمات المرتدة. هنا التمريرة، قطعت الكرة، يحاول الآن المرور، صلاح حسن يمرر إلى عبد الله حسون والكرة قطعت إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نادي كربلاء. رمية جانبية، أحمد الوجيه اللاعب اليماني 23 سنة لاعب رمية جانبية، قطعة محمد جاسم، رأسية قاسم عبد الزهرة البديل في وسط الملعب، قطعت عادت لمصلحة محمد قاسم لمصلحة نادي النجف.
محمد قاسم انطلق، مرر الكرة لنسيم لمحمد قاسم، يحاول محمد قاسم المرور، التمريرة إلى نسيم، تصويبه لكن سهلة بأحضان الحارس عبد العزيز عمار. تمريرات سهلة قصيرة جميلة ما بين محمد قاسم ونسيم صيود، وفي الأخير التونسي نسيم صيود صوب الكرة لكن اصطدت بصلاح حسن ووصلت سهلة للحارس عبد العزيز عمار. يلعب الكرة العالية، قطعت وعادت لمصلحة نادي النجف. محمد صالح إلى بشير بن محمد إلى ماجنم فابريز. محمد صالح مجددا لمصلحة نادي النجف، يحاول الآن محمد جاسم مع الكرة. محمد جاسم تمريرة عالية، خروج خاطئ من عبد العزيز لكن من حسن حظه هناك مدافع بعد الكرة. دومينيك ميندي يحاول المرور لكن قطعت، عادت لمصلحة نادي النجف. وهنا التمريرة لحسين طالب من أمام فابريس ماجنم. حسين طالب يحاول لكن قطعت من التوغولي. الوضع على الصورة إلى الخارج إلى رمية جانبية. عبد الله حسون يحاول التقاط أنفاسه وكسب بعض الثواني، وأيضا للخروج من الضغط الذي يعمله فريق النجف على فريق كربلاء. رمية جانبية الآن لمصلحة فريق كربلاء. أحمد الوجيه يلعب رمية جانبية إلى أوس إلى عبد الله حسون قطعت، وصل مصطفى راضي، تصويبا من مصطفى راضي لكن إلى الخارج بعيدة. سلاح التصويبات ما زال لدى فريق كربلاء، لكن هذه المرة عن طريق مصطفى راضي الذي حاول من خلال هذه التصويبة، لكن تصويبته ذهبت بعيدا إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي النجف. محمد جاسم إلى محمد صالح. فريق النجف نسيم أحمد علي لم يلمس الكرة أحمد علي، وبالتالي رمي جانبية لمصلحة نادي كربلاء. 65 دقيقة أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين ما بين النجف وكربلاء ضمن مباريات الجولة 28 انطلقت يوم أمس. ديالا والفوز على القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد. مفاجأة كانت، وأيضا هناك مفاجأة في زاخو، الفوز لنفط ميسان على زاخو، والزوراء يفوز على القرمة بهدفين مقابل 3، والنفط أتى ب3 نقاط من أربيل بعد الفوز عليه هناك في فرنسا حرير ب3 أهداف مقابل هدفين. هل تستكمل مباراة اليوم بالمفاجآت؟ محمد جاسم يلعب الكرة، محمد جاسم إلى محمد صالح إلى شبر عليه محمد قاسم، يحاول محمد قاسم المرور، مر من أمام قاسم عبد الزهرة. محمد يمرر إلى محمد صالح، تمرير شبر عليه هناك من جهة اليمين. شبر يلعب الكرة العرضية من رأسية توتارا، وصلت لعبد الله، يحاول لعب الكرة اعتماد على الهجوم المرتد عبد الله حسون، لكن محمد صالح بتغطية دفاعية ممتازة بقطع الكرة من أمام عبد الله حسون، وادفانتج من الحكم زيد ثامر. عادت إلى نسيم صيود، يحاول يلعب الكرة لمكنزي من جهة اليسار. مكنزي يلعب الكرة العالية، يحاول بشير، وصلت للشبر علي، تصويبة ضعيفة واصطدت بقاسم عبد الزهرة. يحاول قاسم هنا برأسية من جديد لمصلحة نادي النجف. دومينيك مندي السنغالي، تمريرة لمكنزي لكن صعبة على مكنزي للخارج إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء. عبد العزيز عمار على لعب ركلة المرمى، يلعب ركلة المرمى عالية، جاء عبد الله حسون، رأسية من اللاعب رضا محمد إلى الخارج. رمي جانبي لمصلحة نادي كربلاء. بالرغم من قلة الحضور الجماهيري هنا في ملعب النجف، لأننا نسمع صيحات ودعم الجماهير للفريقين سواء لغزلان البادية أو للعميد. محمد صالح لشبر علي إلى بشير بن محمد، يمرر الكرة إلى مندي أمامية لمحمد قاسم، مر محمد قاسم، نجح بالمرور لكن مصطفى
يحاول الآن فريق النجف من جديد لنسيم. نسيم تصويب من نسيم لكن اصطدت وابعاد الكرة. ابعاد الكرة من قاسم وراسية محمد جاسم الى فابرس مقدم. سيطرة كبيرة لمصلحة نادي النجف في الشوط الثاني. نعم سيطرة واضحة تماما. فريق كربلاء لم يصل الى المرمى فقط مرة واحدة من تسديدة مصطفى راضي ذهبت بعيدة عن المرمى. كرة الان لشبر علي الى دومونيك مندي الى شبر علي جميلة في جهة اليمين لكن شبر علي صعب على شبر علي وشبر علي يقول الى مندي على كيفك بالباص. نعم اللهجة الدارجة عندنا بالعراقي على كيفك. جماهير كربلاء جماهير العبيد الكربلائي التي ارتحلت من كربلاء المقدسة الى النجف الى الجار النجف محافظة النجف الاشرف. تمتاز المحافظتين بالكرم وخدمة من يزوره سواء في كربلاء المقدسة أو في النجف الأشرف. دائما ما تكون محط ترحاب محط خدمة أكيد. يعني هذا هو ديدن الأهالي التي يسكنون هذه المناطق دائما في خدمة الزائرين الوافدين إليهم. أحمد الوجيه يلعب الرمية الجانبية هنا الرأسية لا حسين طالب لكن ماجنم فابرس ومحمد صالح تشتيت الكرة. كرة تشتيت ليس بالصورة المثالية لكن وصلت مصلحة نادي النجف. بشير محمد إلى شبر مصلحة النجف. مندي يضغط قاسم عبد الزهراء على مندي لكن مندي يعرف يحتفظ بالكرة جيدا ويطلب من اللاعبين التقدم إلى الأمام. ماكنزي يطلب الكرة لكن يمرر لرضا على ماكنزي. أحمد ماكنزي يلعب الكرة العالية باتجاه نسيم صيود مع الكرة يلعب الكرة العالية. رضا محمد يحاول الرأسية والإبعاد من قاسم عبد الزهراء. عادت إلى مندي هل يصوب مندي يمرر 1-2 هنا تسديدة والإبعاد من عبد العزيز عمار. المتابعة من رضا إلى ماكنزي مجددا يضغط فريق النجف يلعب الكرة العالية باتجاه نسيم صيود مع الكرة. نسيم يحاول يلعب الكرة الأرضية لكن قطعت من صلاح. عادت مجددا لمصلحة نادي النجف. النجف بدأ يضغط بقوة. دخلنا الدقيقة 71 من عمر هذا اللقاء. محمد جاسم يلعب الكرة العالية باتجاه نسيم باتجاه التونسي. هل يأتي بشيء؟ نصر قرطاج يمرر إلى محمد قاسم. تصويبة محمد قاسم لكن بعيدة إلى الخارج إلى ركلة مرمى لكن ضغط عالي وواضح من لاعبي نادي النجف على مرمى كربلاء من أجل تسجيل هدف الثالث هدف التقدم. هنا تصويبة محمد قاسم لكن تصويبة غير دقيقة إلى الخارج ركلة مرمى. وهنا تسديدة من دومينيك مندل التي أبعدها عبد العزيز عمار وركلة مرمى. تلعب الكرة العالية وصلت لسرهيك محسن. نتيجة الشوط الأول لغاية الآن صامدة في الشوط الثاني. كرة الآن شبر إلى محمد صالح. لغاية الآن عبد الغني شهد لم يجري أي تغيير. نتكلم فقط تغيير الاضطراري على مستوى مركز حراسة المرمى لكن نصل إلى الربع ساعة الأخيرة ولم يجري أي تغيير. أكيد يعني الفريق يشكل خطورة على مرمى كربلاء لما التغيير. وأكيد يعني هكذا قرارات هي بيد المدرب. محمد قاسم يلعب الكرة. محمد قاسم محمد صالح إلى مندي إلى نسيم وعادت إلى مندي مجددا. مندي تصويبه من مندي اصطدت رأسية أحمد الوجيه والإبعاد. عبد الله حسون إبعاد آخر لكن عادت مصلحة نادي النجف. مندي حاول السيطرة على الكرة. لاعب مهم جدا. نعتقد الموسم القادم صعب جدا بقاء مندي مع صفوف فريق النجف على هذا الأداء الذي يقدمه. هنا تمريرة شبر علي يلعب الكرة لكن اصطدت
اصطدت بأحمد علي وإلى الخارج، ركنية لمصلحة نادي النجف، وإصابة لأحمد علي مدافع يسار فريق كربلاء. بالسلامة لأحمد علي الذي يعرض الإصابة. سعيد ثامر يطمئن على سلامة أحمد علي الذي يصيب في الكرة الأخيرة بعدما أبعدها. باص عطيه وحيدر عبودي الثنائي. نعم، عباس عطيه وحيدر عبودي الثنائي كان مدافعين. السلام لأحمد علي والكادر الطبي لنادي كربلاء يدخل من أجل تقديم الإسعافات الأولية. طبعا هناك لاعبين سجلوا الفريقين، تكلم عن كرار صالح وصباح عبد الحسن وسجاد رعد، وايضا هناك مدربين اشرفوا على الفريقين، حيدر يحيى وحيدر عبود وعبد الغني الشاد. طبعا حيدر عبود موجود ضمن الكادر التدريبي لنادي كربلاء، وعبد الغني الشاد هو مدرب نادي النجف. بينما هداف المواجهات حيدر نجم وعلي هاشم وعلي محمد برصيد كل لاعب 5 أهداف بالنسبة لنادي النجف. بينما هداف مواجهات كربلاء والنجف عن طريق اللاعب صاحب عباس بالنسبة لفريق كربلاء سجل 3 أهداف. ركنية الآن ماكنزي على لعب الركلة الركنية يلعبها داخل مساء. هنا الابعاد من عبد العزيز عمار، لا وهناك خطأ لمصلحة عبد العزيز عمار. شاهد الكرة المشتركة ما بين عبد العزيز عمار ونسيم صيود. السلامة لعبد العزيز عمار والسلامة لجميع الموجودين في ملعب النجف الدولي يستضيف هذا اللقاء، هذا الدرب الكبير الذي كان تلعب الكرة العالية. مصطفى راضي مع الكرة، تمرير حسين طالب، يحاول الآن مصطفى راضي يلحق بالكرة، لا الكرة طالت على مصطفى راضي إلى الخارج رمية جانبية. محمد جاسم، ربع ساعة أخيرة على نهاية 90 دقيقة من هذا اللقاء. هل هناك هدف؟ طبعا الآن الهدف صعب تعويضه، أي فريق يسجل هدف الفريق الآخر صعب جدا أن يعوض. ماكنزي مع الكرة، أحمد ماكنزي يلعب الكرة العالية، هنا الرأسية، يا الله، محمد قاسم برأسية من هذا القصير، لكن عبد العزيز عمار أبعد الكرة لا ركلة ركنية، وركنية الآن لمصلحة نادي النجف. أحمد ماكنزي على لعب الكرة، يلعب أحمد ماكنزي على القائم الأول. هنا رأسية حسين طالب ومحمد قاسم، رأسية محمد قاسم داخل مطزة، والابعاد من صلاح حسن، يحاول أن رضا محمد، هنا التصويبة، لكن عبد العزيز عمار ينجح بمسك الكرة. وهناك صلاح حسن يعاني من إصابة، وأيضا شبر علي أيضا يعاني من إصابة. بالسلامة لاعبي الفريقين. نعم، الدفاع بدني عالي ما بين شبر علي وأيضا صلاح حسن في هذه اللقطة. وهنا رأسية محمد قاسم وعبد العزيز عمار، أي ردة فعل من عبد العزيز عمار الذي أبعد هذه الكرة. وجماهير النجف التي كانت تنتظر الهدف الثالث، جماهير النجف الجالسة خلف مرمى فريق كربلاء كانت منتظرة الهدف الثالث، لكن عبد العزيز عمار انبرى لهذه الكرة وابعدها إلى ركلة ركنية. والآن طبعا السلامة لصلاح حسن بعد الركلة الركنية التي لعبت
وكان اشتراك ما بين صلاح حسن وشبر علي. شاهد اهداف عبد الله حسون، هذا الهدف الثاني، لكن هو يعني شبه كبير ما بين الهدف الاول والثاني، لكن هذا الهدف الثاني، الهدف الاول كان في زاويه اعلى، نعم في زاويه اعلى على رضا عبد العزيز، لكن الهدف الثاني نعم الزاويه كانت اقل، نعم الكره كانت اقل ارتفاعا من الهدف الاول. المباراة القادمة بالنسبة لنادي كربلاء سوف تكون مع القاسم، أيضا دربي آخر ما بين القاسم وكربلاء هناك في ملعب كربلاء، بينما النجف سوف يذهب إلى بغداد من أجل ملاقاة القوة الجوية. مباراة كبيرة ما بين النجف والقوة الجوية، وخاصة النجف حقق الانتصار الأكبر، كان على الجوية ب4 أهداف مقابل لا شيء، لديه 8 انتصارات فريق النجف، الأكبر كان على الجوية. تبديل كربلاء، خروج أحمد علي ودخول اللاعب أيضا يعني عبد القادر طارق المهاجم الآن يدخل. خروج حسين طالب ودخول عبد القادر طارق. دخول اللاعب عباس خالد بديلا لأحمد علي. تبديلين دفعة واحدة بالنسبة لي المدرب عباس عطية، خلاص أجرى 5 تغييرات. وبالنسبة لي الكابتن عبد الغني شاهد 10 دقائق أخيرة ولم يغير أي لاعب عدا التبديل الاضطراري ما بين الشوطين. سرهنك محسن بديلا لرضا عبد العزيز على مستوى مركز حراسة المرمى. قاسم عبد الزهرة الوضع على الصورة، 10 دقائق أخيرة على نهاية أحداث هذا اللقاء. هل هناك هدف قاتل؟ هل هناك هدف في هكذا أوقات صعبة جدا، صعبة جدا على الفريقين؟ النجف في الشوط الثاني أفضلية واضحة، لاحت له عديد من الفرص لكن لم تترجم إلى الأهداف. مرة تألق عبد العزيز عمار، ومرة أخرى عدم تركيز من المهاجمين وخاصة التونسي نسيم صيود. كرة على مصلحة نادي النجف، محمد جاسم يلعب الكرة، محمد جاسم لأحمد ماكنزي، ماكنزي يحاول المرور مع عبد الله حسون، ماكنزي يلعب الكرة العالية لكن عبد العزيز عمار ممتازة، ممتازة من عبد العزيز عمار، مسك للكرة ثبات في هذه اللقطة. عبد العزيز عمار يلعب الكرة الطويلة، يحاول عبد القادر طارق يضغط على فبرس لكن برأس فبرس إلى سرهنك محسن الذي لم يختبر إطلاقا في الشوط الثاني. سرهنك محسن عدا تسديدة مصطفى راضي التي ذهبت بعيدا عن مرمى فريق النجف. محمد صالح، واقعية كبيرة لعباس عطية خلال هذا اللقاء، نعم اعتمد على أدواته وإمكانياته طبعا، ولديه تصريح جميل بعد الفوز على زاف، قال أنا أكملت طريق الكابتن حسن أحمد. نعم هو استلم المهمة التدريبية من حسن أحمد، وبالتالي لم طبعا يعني ينسى تدريب حسن أحمد لهذا الفريق، لم ينسى مجهوداته. كرة الآن محمد صالح يلعب الكرة العالية والكرة الخطيرة لكن ابعاد، هنا رسية مصطفى راضي، يحاول الآن مصطفى راضي مع الكرة، مصطفى ما زال يحتفظ بالكرة، يمرر إلى أوس، يحاول الآن فريق الكربلائي تمريرة لعبد الله لكن قطعت، عادت مصلحة نادي النجف. محمد صالح إلى محمد قاسم، محمد قاسم مع الكرة يمر لشبر علي، شبر علي إلى مندي، هل يصوب مندي؟ تصويبة من مندي اصطدت بأحد لاعبي نادي كربلاء إلى الخارج، إلى الخارج ركنية. يحاول مندي صاحب تسديدات قوية، نعم لديه دقة بالتصويب وقوة بالتسديد إلى ركنية. بشير بن محمد على لعب الركلة الركنية، بشير يلعب الركنية على القائم الأول، كرة الخطيرة يا الله
كيف أبعدت الكرة، ما زالت الخطورة لمصلحة نادي النجف. تلعب الكرة عبد العزيز عمار، عبد العزيز عمار الخروج ومسك الكرة من أعلى نقطة، لكن كرة خطيرة، كرة خطيرة. لا أعرف هل أنقذها المدافع أم أهدرها المهاجم، لكن كانت لقطة خطيرة لمصلحة نادي النجف. كاد أن يسجل الهدف الثالث، كادت الغزلان أن تسجل الهدف الثالث. شاهد 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 هنا عبد العزيز عمار والخروج ومسك الكرة. لكن نتكلم عن هذه اللقطة، لقطة نسيم صيود التي اصطدت بمحمد أوتارا، بالكابتن الإيفواري محمد أوتارا، ساقط على أرضية الملعب. لما الكرة اصطدت بجسم اللاعب محمد أوتارا الذي سبق وأن لعب مع الوداد هناك في المغرب، وأيضا مع الهلال السوداني وسيمبا التنزاني والعين هناك في الدور السعودي دور الدرجة الأولى. مشوار كبير لهذا الأوتارا، لهذا الإيفواري. جماهير كربلاء التي نعم خرجت متعادلة أكيد يعني غير زعلانة، لكن ما زال شاهد الكرة وتصويبة قوية كانت من نسيم صيود، لكن أوتارا نعم أوتارا تصدى للكرة بفدائية كبيرة من هذا الإيفواري، من هذا الفيل الإيفواري. اسقاط كرة نعم، الكرة كانت بحوزة عبد العزيز عمار، لكن هناك لاعب سقط على أرضية الملعب واضطر إلى توقف المباراة من أجل إسعافه. عبد العزيز عمار يلعب الكرة العالية، عبد القادر طارق يحاول، لكن فابرس مقدم ابعاد للكرة. رمية جانبية لمصلحة نادي كربلاء. 5 دقائق أخيرة على نهاية 90 دقيقة. الأمور بدأت تزداد صعوبة والحذر يكون أكثر على الفريقين. تلعب الكرة، يحاول عبد الله حسون، لكن أيضا طالت على محمد قاسم إلى الخارج. رمية جانبية أخرى لمصلحة نادي كربلاء. أحمد الوجيه انتقل كمدافع يسار بعدما دخل كمدافع يمين. أحمد الوجيه تمرير الكرة، كرة الخطيرة عبد الله حسون، هل يصوب عبد الله؟ لكن هذه المرة فابرس ماجنم قاطع الكرة. يحاول الآن قاسم عبد الزهرة، نجح باللحاق بالكرة. هنا عبد الله حسون من أمام اللاعب، هل هناك لاعب بديل؟ نعم إياي يدخل الآن، الوضع على الصورة النيجيري إياي أتيمون الذي يدخل الآن. دخل بديلا لمن؟ إياي عبد الغني شهد بدأ تغييراته في الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء. رمية جانبية، صلاح حسن يلعب الآن كمدافع يمين. هنا صلاح حسن يحاول المرور، قطعت الكرة محمد جاسم، ممتاز محمد جاسم، يمرر محمد صالح. محمد صالح يحاول المرور، تمريره إلى مندي ويحاول الآن فريق النجف مع مندي، أخر الهجمة المرتدة. مندي يلعب الكرة الأمامية، قطعت رأسية من مصطفى محمد الذي بدأ يلعب كقلب دفاع. عادت لماكنزي إلى نسيم صيود، يحاول المرور. نسيم يلعب الكرة العالية، هنا رأسية أوتارا الإبعاد، عادت من جديد إلى نسيم يحاول تغيير اللعب تماما هناك في أقصى جهة اليمين إلى شبر علي محمد قاسم يلعب الكرة العالية، البحث عن رأسية، إبعاد من الدفاعات، إبعاد آخر من عبد الله حسون، رأسية محمد جاسم. يحاول الآن فريق النجف أن يضغط على كربلاء. مصطفى محمد بالرأس، هنا الرأسية وصلت لعبد الله حسون، يحاول المرور محمد صالح، لكن صعب جدا المرور من أمام عبد الله صالح. وهنا شاهد اللقطة والكرة الرأسية والإبعاد من مصطفى، عادت لمصلحة فريق كربلاء. صلاح حسن يلعب الكرة الطويلة، يمر لعباس إلى عبد الله يحاول التمرير لكن اصطدت، عادت إلى مندي، عادت مصلحة النجف، يلعب الكرة العالية. هنا الرأسية سهلة بأحضان الحارس من يونس حمود اللاعب البديل. لم نشاهد يونس حمود. من لم يشاهد يونس حمود متى دخل
وهنا رزية يونس حمود لكن سهلة بأحضان الحارس عبد العزيز عمار. شاهدنا الآن يعني إياي آتيمون وأيضا يونس حمود بدلاء لمن؟ على ما يبدو بدلاء بشير بن محمد، ومن الآخر كرة الآن إلى محمد جاسم. محمد جاسم يحاول الآن فريق النجف. محمد قاسم إلى محمد صالح. تغييرات لمصلحة فريق النجف، ما زال فريق النجف متمسك بالفوز في هذا اللقاء. ماكنزي يلعب الكرة العالية، هنا الرأسية من أوتارا. صلاح حسن مع إياي. هل هناك خطأ؟ نعم خطأ، خطأ لمصلحة اللاعب صلاح حسن على النيجيري. إياي بيليف آتيمون. شاهد اللقطة، دفع على مستوى الكوع من قبل اللاعب آتيمون. عبد الغني شاهد يستغرب من هذا القرار. خلاص يا عبد الغني، خلاص يا كابتن، تم احتساب الخطأ وندخل في الدقيقة 90. كم سوف يضيف عبد العزيز عمار؟ يلعب الكرة العالية إلى الخارج، رمية جانبية، رمية جانبية. محمد صالح مع الكرة إلى ماكنزي. أحمد ماكنزي وصلت إلى ماجنم. مندي يحاول إياي أوتيمون، لكن طالت على أوتيمون إلى الخارج، رمية جانبية، رمية جانبية في مصلحة فريق كربلاء. كم دقيقة؟ 6 دقائق، 6 دقائق كوقت مضاف على أحداث هذا اللقاء. الآن يحاول الآن تلعب الكرة العالية، يحاول نصر محمود بالراس لكن ابعاد مصطفى محمد. ايضا راسية اخرى، ما زالت هناك دربكة، ابعاد بن احمد الوجيه من دفاعات كربلاء. من جديد ايضا دفاع مصطفى رضي الحق بالكرة، صعبة جدا، صعبة جدا للخارج، رمية جانبية. محمد واضع على الصورة اللاعب البديل. تلعب الكرة محمد صالح، ماكنزي مصلحة فريق النجف. هل هناك هدف قاتل هنا وهناك؟ ماكنزي يلعب الكرة العالية، هنا الرأسية، جول 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 جول. أتكلم عن الأهداف القاتلة، أتكلم عن الأهداف القاتلة. ويأتي يونس حمود برأسية قاتلة في مرمى العميد الكربلائي. إنه جنون الدربي، إنه جنون الدربي. رأسية يونس حمود تأتي بالهدف الثالث في الوقت القاتل. شاهد ماكنزي الذي لعب الكرة على المقاس، ويونس حمود بالراس وضعها في الزاوية الصعبة على عبد العزيز عمار الذي لم تنجح محاولته باللحاق بالكرة. البديل الناجح يونس حمود يضع النجف وغزلان البادية في المقدمة في الوقت القاتل، في الوقت القاتل. يونس حمود يقول أنا لا أرى سوى الأهداف، أنا لا أرى سوى الشباك واهتزازها. وهنا فرحة كبيرة من عبد الغني شهد وبقية الكادر التدريبي والإداري. هدف في الدقيقة الثانية بعد 90، والنجف يعود يتقدم من جديد. مندي مع الكرة، أي دربي، أي جنون بهذا الدربي، أي سيناريو
شاهدنا جميع السيناريوهات، شاهدنا جميع السيناريوهات. تقدم النجف، تقدم كربلاء، عدل النجف، ومن ثم عدل كربلاء، وعاد النجف، والآن يتقدم في الوقت القاتل، في الوقت القاتل النجف يقتل العميد. وشاهد جماهير النجف لم تستطيع أن تتمالك نفسها. وهنا الآن تبديل، دخول أحمد نعيم بديلا للتونسي نسيم صيود، البديل يونس حمود يسجل هدف قاتل في مرمى كربلاء. هل يسعف الوقت فريق كربلاء؟ هل يسعف الوقت فريق كربلاء وأن يأتي ويدرك التعادل، أم النجف يبصم على 3 نقاط طال انتظارها منذ دورين لم يستطيع الفوز أو حتى التعادل؟ مندي قدم مباراة كبيرة، مندي نعم مباراة كبيرة من دومينيك مندي، يحاول المرور من أمام قاسم عبد الزهراء، لا وجود للخطأ وهناك خطأ. نعم خطأ على قاسم عبد الزهراء. مندي بخبرة كبيرة، بخبرة كبيرة. طبعا يعني اليوم المباراة تكلم عن الدقيقة 95 ولا وجود لأي بطاقة صفراء، لا وجود لأي بطاقة صفراء، بالرغم أنها مباراة مشتعلة، مباراة مشتعلة وفيها 5 أهداف، لكن لا وجود. تبديل آخر، علي فاز أيضا مدافع يدخل الآن. علي فاز بديلا لمن؟ علي فاز بديلا لمحمد قاسم. خطأ الآن لمصلحة فريق النجف. النجف الذي يبحث عن استهلاك الثواني والدقائق المتبقية من أجل انتصار طال انتظاره، انتصار بعد جولتين من الخسارة من الكرخ والشرطة، وأي انتصار يضرب عصفورين بحجر واحد في الديربي، وأيضا في انتصار بعد دورين، وانتصار على من؟ على الغريم الكربلائي في درب الفرات الأوسط. شاهد لاعبي نادي النجف من أجل استهلاك الثواني والدقائق المتبقية. خلاص دخلنا الدقيقة 6 من وقت المضاف كبدل عن الضائع. وصلاح حسن الذي يعترض على هذه اللقطة، يقول رمي جانبية لمصلحة كربلاء وليس لمصلحة النجف. يا سيد الحكم، النجف بهذه 3 نقاط سوف ينتقل إلى المركز 12 برصيد 36 نقطة، برصيد 36 نقطة. نعم ينتقل 3 مراكز إلى الأمام، بينما كربلاء يبقى في المركز 19 بنفس الرصيد 21 نقطة. ماكنزي الكرة الأخيرة، هنا يونس حمود يبحث عن رأسية أخرى، كرة الخطيرة لكن إلى الخارج، ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء. وهنا زيد ثامر يعلن عن نهاية هذا الدرب المثير الجميل الذي قدمه الفريقين الغزلان والعميد، لكن يبتسم في الأخير إلى غزلان البادية، إلى الملابس الزرقاء بعد هدف قاتل من يونس محمود في الدقيقة، يونس حمود وليس يونس محمود، في الدقيقة 2 من الوقت الضائع من أحداث الشوط الثاني. ومبارك للنجف وجماهير النجف، هارد لك لكربلاء وجماهير كربلاء. وفي الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.